يسرى بكل سهوله، كره من الجهه اليسرى، عمليه اختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه هدف، والهدف الاول للرجاء. الرجاء يفتتح تسجيل في مباراه اليوم. نعم، عمليه هجوميه منسقه، دخول داخل منطقه الجزاء، نوفل الزرعوني يضع الكره في المرمى معلنا عن الهدف الاول. سيناريو الثلاث دقائق الاولى، في الدقيقه الثالثه ياتي الهدف الاول، نوفل الزرعوني يهزم شباك الحارس مادي مرباح غايه. الصافرة صافرة التنفيذات، يسري يتقدم، بوزوق يضع الكرة في المرمى. هدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء. سيناريو مباراة مستمر بهذا الشكل، بهذا الإيقاع. الرجاء نعم يعلن عن انطلاقة جيدة، على بداية مشجعة. الهدف الفاتي تمريرة جانبية، بوزوق، دخول داخل منطقة الجزاء، صويبة، جول 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 ممتاز. لعبها بطريقة رائعة، لاعب فنان. نعم، عملية هجومية أمامية الكرة، صوبة من هنا نوفل الزرعوني، عملية هجومية، دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة، هدف رابع في مباراة اليوم. هدف رابع في مباراة اليوم يأتي بهذه الشكل وبهذه الطريقة. الرجاء يبدع، نعم، يقدم واحدة من المباريات القوية الجيدة أمام اتحاد طنجة. هدف رابع يزيد الطين بلة، تصبح الأمور صعبة. المشوار يظهر على أنه من جانب الرجاء بالعامري. ممتازة فرصة، إذن الحكم يقر بمشروعية الهدف. 5 أهداف مقابل لا شيء، 5 أهداف مقابل لا شيء. هكذا هي الأمور هنا في مدينة برشيد. قابل أن يقدم أهداف أخرى، كرة ممتازة، نوفل يضع الهدف، والهدف السادس في مباراة اليوم. الرجاء يقسو على اتحاد طنجة، الرجاء يقسو على فريق اتحاد طنجة في مباراة اليوم. سادس الأهداف في مباراة اليوم. طنجة خافي، نزل كرة، محاولة غبرة، خافي، تصويب، هدف فريق اتحاد طنجة. يجي في هذه اللحظات لاحظوا بأنه اسماعيل خافي